بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد واحباب سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد. النهارده قلنا يا اخواتي كده نحضر الغدا مع بعض. غدا كده اكلة امي واكلة جدتي، وبألف هنا وشفا علينا وعليكم، ويا رب الفيديو يعجبكم منه رضاكم. هنطبخ ايه النهارده؟ هنطبخ فرخة ساسو وفرخة بلدي بألف هنا وشفا علينا وعليكم. ده اللي بقطع فيها فرخة ساسو، شايفين ما شاء الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله يا رب. متنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، حطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. وأتمنى كده الفيديو يعجبكم منه رضاكم، وتحطوا الله وصلوا على نبينا الزين وحطوا اللايك بدكم 2 حلوين. وحبيت كده أشكر كل أخ وكل أخت وكل أب وكل أم دخلوا في قناتي وشرفوني، وأتمنى أنكم تسمعوا الفيديو بتاعي لحد الآخر فضلا وليس أمرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. ويا رب كده الفيديو يعجبكم منه رضاكم إن شاء الله. طبعا احنا كلنا شطار وكلنا بنعرف نطبخ وكلنا بنعرف نغسل هدوم ومواعين وكلنا بنعرف نروق شقتني. فأنا فاتحة القناة دي عشان أعرف يعني جدتي. اللهم صل على سيدنا محمد وأهل سيدنا محمد. العيشة بقت صعبة جدا زي ما انت عارفين، ومصاريف الأولاد كتيرة يعني. الحمد لله، ربنا يعين كل أب وكل أم على مصاريف أولاده. فما عليناش غير إلا نقول الحمد لله، والحمد لله على واجب علينا نقول الحمد لله على الزينة وعلى العفشي وعلى الكثير وعلى القليل. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا الله. يا رب. يا أرحم الراحمين، ارحمنا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث يا مالك يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله. مش عارفة يا جماعة ايه حكاية الدود دي، على طول بتاوب الحمد لله. هنتي دي فرخة، اللهم صل على سيدنا محمد، ساسو. بس ما كبرش جوه بصراحة يعني. زي ما انتوا شايفين انا كنت ودي فرخة بلد صغيرة، لان العلف غالي. انا مربيها على يد الحاجات دي يا جماعة. هنتي ماسكة رجلي في يد عشان عاوزة اقطع اعزكم الله الضوافر بتاعتي، وعاوزة اغسلهم بالملح وبالليمون وبالدقيق. هنتي بقول لكم ان الضفر مش عاوزين نخليه. هننضفها كده خالص ونغسلها غسلة زيني. وبعد كده نشتغل نعمل أكل أمي. أنا صراحة الحمد لله بحب أكل أمي جدا، وقدرت إني أغمس لدرجة إن أنا عاوزة أخس مش عارفة. أنا كنت خسيت قبل كده 16 كيلو، ضربت بحاول أخس مش عارفة، بس الحمد لله الدكتور قال لي نفسيتك تعباني، حسني من نفسيتك الأول عشان تعرفي تخسي. غسلناهم بدولة بالمعذرة بالملح وبالدقيق وبالليمون غسلة زيني، وقعدنا خليناهم كل شيء مع النور كده، وجينا حطينا في الحلة معلقة السمن وقدحناها كده وحطينا الفرخات فيه. شايفين هناك خفت هتلدع، رحت ايه قلبتهم بالحلة، قعدت ارجي فيهم كده. قطعنا لهم بصلة وطامة اهي يا جماعة. وعندكي ملح وبهارات، هي 7 ملح و7 بهارات، وقلبيهم قلبة حلوة كده. الريحة بتاعتهم طالعة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وجبنا لهم بيضة مية وحنحطها لهم كده ونسيبهم يغلوا مع بعض.
وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. هنخليهم يستووا كده مع بعض. بعد كده هنا جبنا الحلي، حطينا لها معلقة السمنة برضو، واللهم صل على سيدنا محمد، وشوية زيت. وهنجيب بصلة كده، مش بصلة كبيرة لان انتوا عارفين البصل ما ينفعش في الحر كتره. هي بصلة كانت تقول لستي الله يرحمها، اقول لها بصلة واحدة يا ستة، كنت صغيرة، بصلة واحدة يا ستة، تقول لي زين يا ستة الجو حار والحر مش ما يحب البصل الكتير. وانا بصراحة البصلة ما بحبهاش قوي ولا ما بفضلهاش قوي في خلطة السكين، بس انا كسلت قلت هشغل الكبة على بصلة واحدة، قلت انا هخلطها خلط صغير معاكم وديكم شايفينه بخلطها ازاي صغير. فاعذروني لو كانت الترك بتاعها برضو كبر مني، لان والله بجد انا ما بحبش البصلة على اليد، ما بفضلهاش قوي يعني، برتاح لما اضربها على الكبة، بحسها حلوة كديت، ما فيش حاجة عاملة فيها كده ولا كده. حطيت لها شوية ملح وشوية بهارات اللي هو 7 بهارات، وادينا بنقلب فيها مع بعضينا، وهنديها قلبة كده ونروح نخلط الطماطم. شايفين الطماطم ادينا لها فم، وهندي لها الفم التاني والتالت، ولو عندك خل حط لها خل اغسليها بيه برضو، وامسك الزر دي احشيها وارميها في الزبالة، ما ينفعش نحطها نسيبها في الحوض كده عشان ما يسدش مننا ولا حاجة ولا يعطلنا. هنا اديت لهم فمين، ودلوقتي اديت لهم فمين تاني معاكم. ان الطماطم دي ما تترش يا جماعة، ولازم ننضفها كويس كده ونغسلها كويس. لو عندك خل برضو حط لها خال زي ما انا قلت لك. انا بصراحة مش عارفة والله، ما افتكرتش ان احط خل، بس عندي الحمد لله خل في التلاجة. وهنتي هنحطهم نتركهم في الخلاط زي ما انتم شايفين قدامكم اهو، هنتركهم كلهم. وبعد كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. هنتركهم كده ونجيب لهم كوباية ماء نحطها فيهم ونمسكهم ونضربهم على هنا. شايفين البصلة ما شاء الله ريحتها، مش لازم تخلي البصلة تحمر جوه معاكي عشان التقلية بتاعتها الصلصة ما تبقاش غامضة. معذورين لو قلت التقلية. حطيت هنا شوية صلصة طماطم على الفراخات. شايفين الريحة بسم الله ما شاء الله طالع. هخليها تاخد غلوتين 3 كده وتستوي. بعد كده هطلع الفراخ من الشوربة واحطه في الحلة تحت الصلصة الطماطم اللي احنا عملناها مع بعض، عشان ما يبقى الطعم بتاعها حلو. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. واتمنى كده يا رب الفيديو يعجبكم منه رضاكم ان شاء الله. هناتي هنترك البطاطسات قبل ما الصلصة تحت الطماطم بالبصل تستوي. بألف هنا وشوف علينا وعليكم. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. قلنا نتركهم مع بعض ونجهزهم على بال ما زي ما انا قلت لكم في الاول الصلصة تستوي. بألف هنا وشوف علينا وعليكم يا رب كده الفيديو يعجبكم ونرضاكم ان شاء الله. اديني ماشية معاكم واحدة بواحدة وخطوة بخطوة عشان ما تتوهش مني ولا قفلتش الفيديو ولا حاجة، بس هوريكم تقشير البطاطس كل حاجة. وبعد كده هجنبر عشان والله زي ما انتوا عارفين انا عندي نقرس في رجلي، فما بحملش الوفة كتير لدرجة ان الحمد لله يعني في ناس قالت لي يمنع اللحمة شوية، فالحمد لله ما بعملهاش على طول يعني. وانا حاساها اني يعني قلة كتر وقفة ايديا بصراحة مع التخن يعني. فهناك ديني انا قاعدة في الارض على كده، جنبرت في الارض على السجادة. هتركهم معاكم ادين وهوريهم لكم. مش هكبر الترك جوه يعني. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك يا رب. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك يا الله يا ارحم الراحمين يا الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. انا ما كبرتش الترك بتاع البطاطس اعذروني، قلت بدل ما اقول البطاطس قلت البطاطس، فخليته حلو كده صغير عشان عيالي يا ماما انت بتعمل الترك كبير جامد واحنا مش بنعرف ناكلوه.
قلت لهم خلاص انا مش هعمل لكم كبير تاني. والله ساعات وبنسى وبعمل كبير برضه. الحمد لله. هنيتي خلصنا تركناها. اعذروني يا جماعة. قلت لكم انا اني شغالة توب مش عارفة ليه كده. الحمد لله. هطلع الفراخ من الشوربة دينا وهحطها في حلة الصلصة اللي عاملينها صلصة بالبصلة. عشان ياخدوا بصراحة ضريت. والله العظيم ضريت. ستي الله يرحمها برضو كانت تحط الحاجة زي كده، وأمي ربنا يعفى عنها وده صحتي. طبعا الفرختين مع بعض الحلة كانت حاطة واحد على واحد، فخلت الصغير خد له غلوتين وبعد كده ايه طلعته، وخلت الكبير بعد كده خد له غلوتين وبعدين طلعته معاه. هرش عليهم شوية ملح، لو عندك كزبرة بشطة بفلفل رش عليهم. انا ما كانش عندي بس الحمد لله رحت كده ونزلت وجبتلي شوية، وجوز الله يبارك له برضك جبلي بكام دولار. قال لي ب30. قلت له ده غاليين جدا. قال لي ليه؟ قلت له ده في رخيص. قال لي ما منش حاجة. وجبنا ملوخية هنيتي ب20 جنيه ربطتين، الواحدة الربطة ب10. هنغسلهم مع بعض غسل زيني، وهنقطع الهنية بتاعتهم كده اللي هي تحت النخلة ده المربوط بيه، وهنقطعهم ونغسلهم غسلة زينة كده ونرموها الهنية اللي كانت مربوطة فيهم دي اللي انتوا شايفينها هرماها في الزبالة مش عاوزينها تاني. ونغسلهم غسلة زينة كده ونخليهم فل شمعة منورة ونخليهم يتنشفوا، وبعد كده نخرطهم مع بعض نقرطفوهم ونخرطوهم. هنيتي بنتي ما تصرب الملوخية اللي هي مسودة ده مش عاوزينها، فربنا يخليهم لي يا رب عيالي ويهديهم علي ويصلح بحالها ويعلمهم تعليم العالم وأولاد العالم أجمعين، آمين يا رب العالمين. لازم الملوخية كده تصربوها، بس هي صربتها تحت العنفية ريحة مخها، بس هي انك احسن انك تحطيها على ترابيزة كده وتصربيها، والزينة تخليها في البولة، والعفشة تخلصي منها في الباسكت على طول او في الزبالة. عزكم الله يا رب. الحمد لله. الملوخية دي لانها يا جماعة ما تبقى مزروعة في الارض لازم تتغسل كويس، عشان الكام طينة الكام رملاية لازم تتغسل كويس. شايفين المية بتاعتي ده عاوزة فمين 3 بفم ولا 2 مش هيقضيها. ده بصراحة عاوزة تغسل غسلة زيني. والله انا قلت لها اغسليها كويس، جيت لحضر يا ماما وهي الحمد لله شغالة تغسلي فيها. هنيتي اللهم صل على سيدنا محمد. بعد ما خليناهم يتنشفوا شوي شايفين هنقرطفهم كده واحدة بواحدة، لان الحمد لله دول ب20 جنيه، فهنقرطفهم كويس كويس عشان يطلعوا لنا اكله يعني. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم يا رب. احنا شغالين في مدينة نقرطف فيها، مش لازم ناخدوا الحطوة الطويلة دي لا. الورقة كويس عشان ما تبقاش فيها حطب كويس ولا حاجة. حتى هناكي قرطفت واحدة بحطبتها كبيرة رحت رجعت وحشتها دينا. شايفين انا باخدها ازاي؟ مش باخد الحطبة ولا باخد الورقة بس. ضريت بصراحة ان اخد الورقة بس. لو مع عيالي يقرطفوا معايا ويحطوا لي الحطبة او اقول لهم يطفشوا الحطب يا ما تقرطفوش معاه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يا رب. هناك بعد ما خلصناهم وقطف خالص جبنا المخرطة واشتغلنا نخرط فيه مع الصينية. كل ما اقول الصينية دي صغيرة مش عاوزة اخرط عليه برضك ارجع واخرط عليه. اول الصينية دي كبيرة.
يا ارحم الراحمين يا الله. وهنا تبقى لمهم كده عشان اعرف اخرجهم برا وحدي. اديني ماشية معاكم واحدة بواحدة انا يا جماعة، وكله قدامكم اديني شايفين. لو معاكم صينية كبيرة اخرجوا عليه. انا معايا صينية كبيرة بس والله العظيم دريت ان اجيب داي، مع ان داي معايا من زمان قوي، فقدرت ان اخرج عليها هي دي بصراحة. يا رب. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض وما العرض عليك يا الله. هنا خلصنا خلط الملقي وجبنا حلة حطيناها على البوتاجاز، كبنا لها شوية شوربة قدامكم شايفينها ما شاء الله، وحطينا لها هنيتي اللهم صل على سيدنا محمد شوية شطة وبهارات وحاجات زي كده، عبارة عن شطة وكزبرة وفلفل ورق لورا. ده مشتري على قدته من عند العطار شايفين ما شاء الله. طب والله الكاميرا ظلمة الملقي، لأن الملقية في الأصل لونها تحفة. هنيتي حطينا معلقة سمنة في الصينية ومكعباية ماجة هنحطها على الملقية وهنضغطها ونحطها على الملقية. مش عاوزة احطها كلها بصراحة، الحمد لله ما حطيناش كلها ديني، لان اصلا هي الشوربة حلوة وجميلة وطعمها زي السكر. وبألف هنا وشفا علينا وعليكم. هنشوف مع بعض التومة ديني. احنا حطينا الاول مع بعض سمن، وحطينا حباب الزية، وحطينا عقب المرقة اللي كانت قاعدة شايفين ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله الريحة فايحة تقول سكر كده عسل. بألف هنا وشفا علينا وعليكم. طبعا انتوا شطار اكتر مني، ويا رب كده الفيديو يعجبكم ونور رضاكم. وما تنسوش كده تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتسمعوا الفيديو لحد الاخر، وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين 2. واتمنى كده يا رب كده ان كده الفيديو يعجبكم ونور رضاكم، وتشجعوا تطبخوا الطبخة دي. هي الطبخة دي طبخة امي وطبخة ستي، وانا بصراحة كنت اقعد جنبي ستي واشوفها هي بتطبخ ازاي وتعمليها، وتعلمت الحمد لله. ولما كنت اجي اعمل حاجة اقول لامي يا ماما فكريني اعملها كيف، تقولي طب تعالي، وكانت تورهاني واحدة بواحدة. والحمد لله شايفين ما شاء الله الطشة بعد ما طشناها ولا الريحة. الملقاة لما اكب راح تكبها بقى من برا همسحهم عشان البوتاجاز بتاعي ما يتبهدلش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. عملت طبعا الرز كده معلش التليفون فصل مصورتوش حبة وحبي، صورنا شوية حمرنا قصدي معذرة شوية، وبعد كده خليناهم بيقولوا انتهوا وحطينا عليهم الباقي. ولو وصلتوا معي هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وتحطوا اللايك وتدوسوا على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناة مطبخ الطيبين. ويا رب كده الفيديو يعجبكم من رضاكم ان شاء الله. واقول لكم لو وصلتوا معي لحد هنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.